وإن دعاة الضلال نشطون وينشطون من قبل الدول الكافرة تؤزهم وتشجعهم على ذلك ليفسدوا هذا الدين، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فمن يريد الخير فهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يجتهد في طلب الأجر بما شرعه الله سبحانه وتعالى، يتجنب البدع، فإن المبتدع مهما عمل لو أفنى حياته في البدع فهو من أهل النار وعمله ضلال والعياذ بالله، لأنه يسير على غير طريق صحيح وعلى غير شرع الله، وإذا اقتصر على بعض البدع فعليه من الإثم بقدر ذلك، ولكن يخشى أن تتطور هذه البدعة فتقضي على ما حولها من السنن فيصبح مبتدعا خالصا. فاتقوا الله عباد الله.